السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي راكم خاوتي؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جبنا لكم كل ما هو جديد وحصري عن أخبار وأسعار السيارات في الجزائر. قبل ما نبدأ لا فيديو صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. ديرونا جيم للفيديو تشجيعا، باش نستمروا في نشر المزيد. أبونيو في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. خاوتي، عليكم بالدعم وعلينا بالخدمة. نبدأ على بركة الله. أكدت شركة جيل الجزائر أن التأخير الحاصل في تسليم مركبات جيلة يعود إلى إجراءات إدارية قيد المعالجة لدى الجهات المعنية. وجاء في بيان للشركة أنه رداً على الاستفسارات اليومية التي نتلقاها منكم زبائننا الكرام، نود أن نوضح أن التأخير الحاصل في تسليم مركبات جيلة يعود إلى إجراءات إدارية قيد المعالجة لدى الجهات المعنية. نحن في شركة جيل الجزائر نعمل بشكل مستمر وبتنسيق كامل مع هذه الجهات لتسريع إتمام الإجراءات وضمان وصول المركبات إلى الجزائر في أقرب وقت ممكن. كما نؤكد لزبائننا الأعزاء أن جميع المركبات بما في ذلك سيارة ستارت التي تعد الخيار الأقل سعراً في السوق الوطنية بسعر 197 مليون سنتيم تندرج ضمن كوطة استيراد 2023، حيث نواصل جهودنا لتوفير هذه المركبات بأعلى مستويات الجودة. وأردفت جيلي الجزائر في بيانها أنه في أسرع وقت ممكن. نود كذلك أن نلفت عناية زبائننا إلى أن معلومات رسمية تخص شركة جيل الجزائر يتم نشرها حصرا عبر صفحاتنا الرسمية، لذا نحثكم جميعا على متابعة قنواتنا الرسمية لتفادى تداول أخبار غير مؤكدة من مصادر أخرى. ونحن بدورنا سنقوم بتزويدكم بجميع المستجدات عبر هذه القنوات، كما ستتكفل وكالاتنا المنتشرة في أنحاء الوطن بإبلاغ الزبائن فور توفر المركبات. وقدمت الشركة في بيانها اعتذاراتها عن التأخير الخارج عن إرادتها، وأكدت أن شركة جيل الجزائر تبذل قصارى جهدها لتوفير المركبات فأسرع الآجال مع التزامها التام بتقديم أعلى معايير الجودة وخدمات ما بعد البيع التي تلبي تطلعاتكم.